هيحصل لك ايه لو بقيت دولفين يوم واحد؟ اول ما مامتك تولدك هتنزل قد الفشفوشه بوزن 20 كيلو جرام، بعدها تفضل ترضع يجي 10 مرات في اليوم، وبعد سنه ونص ماما هتفطمك وتفضل معاها لغايه ما يبقى عندك 6 سنين، فتقرر تسيب عيلتك وتتلم على شله صحاب فاسدانين عشان تكتشف مواهبك الجباره وتعرف انك اصلا مش سمكه، انت من الثدييات، وسرعتك بتوصل 60 كيلو متر في الساعه، وعندك ذكاء خارق جدا. وبصراحه انا اتسربت لي معلومات وحشه عنك، بتقول انك حشاش وسكري. ولا يهمك يا باشا، شوف يغتي انت حشاشه، لا بس انت حشاشه، وعندي الدليل. انت بتروح للديلر بتاعك سمكه منفخه وبتفضل تقرص فيها فتطلع لك جرعه صغيره من سمها فيدخل جوه بقك ويكيفك. العب، اشتغلت يا معلم افيونه. واخيرا كبرت وبقيت راجل عندك 12 سنه وخلاص مش قادر، عاوز تتجوز الخمرجيه اللي شبهك، فتستعرض نفسك قدامها وتوريها مهاراتك، وعشان انت رجوله هتعجبها، ولكن بتكتشف كائن شرير اسمه الانسان، وده هيشغلك عنده ليل ونهار وكمان هيكيف دماغك.